السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني كتير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص ايام بسيطة ورمضان جاي يجري. كل سنة وانتم طيبين وربنا كده يتقبل منا، اللهم امين يا رب، ويعيننا على الصيام والقيام والذكر والصلاة، اللهم امين يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. النهاردة جايبه لكم حاجات جميلة، بس قبل ما هنبدأ اي حاجة هنعملها نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا هنا فواكه بقى البقرة كده. جايبين شوية حلويات حلوين كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال بتاع الحلويات عامل ازاي؟ ونضيفها وزي الفل. غسلها بقى بالليمون والدقيق كده كام مرة ورا بعض. وغالية بقى المية اهي. هنسقط الحاجة اللي احنا غسلينها كويس دي، هتتسلق شوية. بعد ما هتتسلق شوية كده تاخد غلوة، نطلع الريم بتاعها وبعدين نحط لها البهارات بتاعتها. بسم الله الله اكبر. قبل كده قلت لك لما تيجي تحطي اي لحوم تحطيها في الميه تتسلق، تقولي بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيناها الحلويات تتسلق اهي. مش هنحط لها ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجه ولا ورق ولا حاجه، غير لما نطلع الريم الاول. خدها غلوه كده بعد ما غسلناها غسله 3 4 مرات بالملح كده والليمون والدقيق. ريحتها ما شاء الله جميله وشكلها جميل. بصوا الحلويات جميله ازاي ما شاء الله. هنعمل بقى مع بعض كده، نغطيها لحد ما تغلي ونطلع منها الريم، بعدين نحط لها البهارات. بعدين بقى نقطعها كده ونحمرها بقرن فلفل وفصين توم كده وشويه الكزبره كده بتفتح ريحتها. وبعدين بقى ايه، عايزين تعملوها بصلصه تعملوها، عايزين تعملوها عادي نعملها، بس احنا بنحب نحمرها في الزيت، ما بنحبش نحطها في الصلصه. وفي ناس بتحب على فكره تسلقها وتشرب شوربتها، لان هي ما شاء الله طعمها جميل جدا. دي مش فشه ولا كرشه، لا دي حاجات كده بتبقى في البطن كده مع الكبده والطحال والقلب. ديت اسمها فواكه البقره او فواكه الخروف. نحطها كده ونغطي ونرجع تاني. بصوا يا حبايبي، هنعري كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشيل الريم بقى ده اهو. شايفين؟ بصوا ده بقى الريم اللي بيزفر الحاجه. بس هي عشان ما شاء الله انا غسلاها حلو قوي. بصوا ما فيهاش كتير ازاي ما شاء الله. نبدا بقى ايه، نحط لها البصله بتاعتها ونحط لها البهارات والحاجه والبصل والطماطمايه كده، علشان ايه تبقى طعمها وريحتها جميله. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف ايه الجمال بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين؟ استوت خالص ما شاء الله. هنطفي بقى عليها ونسيبها لما تبرد، ونشوحها كده في فص توم وقرن فلفل حامي كده، وبالهنا والشفا. خليها بقى لما تبرد كده خالص، نقطعها قطع صغيره كده ونشوحها كده بحته زبده، وتبقى ريحتها ايه بفص الثوم ورشه الكزبره عليها كده، بتخليها في مكان تاني خالص. خلاص يا حبايبي طلعناه اهو بعد ما برد. بصوا بقى ما شاء الله عامل ازاي. شايفين؟ بصوا انتوا شايفين كان قد ايه كش ازاي. بصوا الفصوص ما شاء الله. هتاخد تشويحه بسيطه كده بشويه زيت كده وفصين الثوم وشويه الفلفل الحلوين قوي دولت، والهنا والشفا. بصوا يا حبايبي قطعناه اهو. انتوا عارفين دول اللي احنا جايبين ده كام؟ ده كيلو وربع ب100 جنيه. بصوا عامل ازاي. مبقاش في حاجه فيها البركه. ربنا يجعل لنا البركه في كل شيء يا رب. قطعنا الفلفل اهو مع الثوم، هنحمر كده برضو نديله تشويحه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى الحلويات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه نخليها تاخد الوش الاولاني وبعدين نقلبها بعد ما تاخد الوش الاولاني عشان الحاجه ما تتهريش مننا. بصوا يا حبايبي هنقلب كده بالراحه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم.
احنا شفناها لما راحت عملت ازاي من الناحيه التانيه، شايفين اهي. برضه هنسيبها حبه كده وخلاص نطفي عليها لان هي اصلا استوت. خلاص يا حبايبي خلصنا. بصوا التحمير بتاعها جميل ازاي، بصوا ما شاء الله، شايفين جميلة. حمري بقى كده جنبها شوية بطاطس تعملي سندوتشات وبالهنا والشفا وعندي يوم والله ده كيلو وربع ب100 جنيه، يعني حاجة مبقاش فيها البركة. شايفين شوية حلويات كده ما يستاهلوش حاجة، بس هنعمله اهو تغيير. شفتوا في كل جديد مع ألف سلامة حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.